مع زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم كله الحقيقة، مصر شغالة على توازنها العسكري سواء بحري أو جوي على قدم وساق. وعشان كده القوات البحرية المصرية النهاردة بتثبت إن لها نفوذ في البحر، مش بس في منطقتنا، ده كمان في قلب أوروبا. النهاردة خلص التدريب البحري المشترك الضخم كليوباترا 2025، والمرة دي التدريب ما كانش عندنا، ده كان في المياه الإقليمية الفرنسية. يعني القوات البحرية والقوات الخاصة المصرية سافرت وشاركت مع الجانب الفرنسي في مناورات حية وسط ظروف وتحديات مختلفة. المناورة كان فيها شغل تقيل جدا، وتنوعت ما بين اقتحام للإنزال العمودي اللي الأبطال بينزلوا فيه من الهليكوبتر لاقتحام مباني وغرف مغلقة بمهارة، وطبعاً ضرب نار حي، رماية بالمدفعية والذخيرة الحية دمرت أهداف التدريب في عرض البحر بدقة متناهية. ده غير التدريب على السيطرة على السفن المشبوهة ومواجهة أي تهديد للتجارة العالمية. وفي المرحلة الختامية حضر اللواء أركان حرب محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية المصرية مع قائد الأسطول الفرنسي. وفي الوقت ده تحديداً يعتبر ده مش مجرد تدريب، دي رسالة بتأكد إن البحرية المصرية بقت قوة عظمى قادرة توصل لأي مكان وتحمي مصالحها في أي وقت.